حنا غادي نتحولوا لواحد الدار، وهاد الدار غادي تصدق مسكونه، غادي نعيشوا فيها الجحيم اللي عمرنا ما غادي ننساوه. تصنتوا مزيان اشنو غيوقع لينا في هاد الدار. المهم حنا كنا كنقلبوا على الكرا، جا عمي قالنا راه لقيت لكم واحد الدار رخيصه وزوينه واخا بعيده شويه. قلنا ليه ماشي مشكل، مشينا نشوفوا الدار عجباتنا واخا كانت شويه قديمه، ولكن ماشي مشكل، حنا كنا باغيين غير نسكنوا ويكون الكرا شويه رخيص لينا على قدنا، ماشي مشكل شي الاخر. سكننا فيها، حطينا حوايجنا. الليله الاولى كان كل شيء عادي. في الليله الثالثه والرابعه غادي يبداو يوقعوا شي حوايج اللي غرابين بزاف. كنا ناعسين حتى الضوء غادي يشعل بوحدو. نضنا كل واحد تيقول الاخر علاش شعلتي انت الضوء في الدار كامله؟ خويا تقول لا انت اللي شعلتي، انت اللي نسيتي. في الاخر لقينا كل شيء كان متكي وحتى شي واحد ما شعل الضوء. رجعنا عاوتاني طفيناه ورجعنا تكينا. غير تكينا وهو يرجع يشعل الضوء في الدار كامله، ماشي كيشعل غير في البيت ولا في الكوزينه، كيشعل في دقه واحده في الدار كامله. رجعنا طفيناه. صباح الحال قلنا واقيلا غير شي مشكل في الضوء ولا شي حاجه، دوزناها. الغد اللي عاوتاني في الليل غادي نتكاو وغنعسو، غنلقاو عاوتاني الضوء شعل كله في خطره وحده في الدار كامله. رجعنا عاوتاني طفيناه، في هذيك الدقيقه رجع عاوتاني يشعل بوحدو، وفي هذيك البواطه ديال الضوء كتحرك غير بوحدها بحال شي واحد كيشعل وكيطفي كيشعل وكيطفي. بقينا ديك الليله مخلوعين وما فاهمين حتى شي حاجه. الغد اللي نصاونينا على مول الدار قلنا ليه راه الضوء كيشعل ويطفى بوحدو في الدار. قال لنا لا راه حيت الدار قديمه فيها مشكل في الضوء، راه ديما كيوقع هكاك وكنصايبو وكيرجع نفس المشكل حيت داكشي قديم بزاف. فاش جا المعلم ديال الضوء بدينا كنقولوا ليه راه الضوء كيشعل بوحدو كيطفى، بدا كيقلب داكشي ويقول لنا ما كاين حتى شي حاجه، كلشي عادي كلشي مصايب. كاين غير شي بريزات اللي خاصني نبدلهم ليكم حيت قدام بزاف، يقدر يكون المشكل جاي منهم. وصل الليل ومشينا تكينا. هاد الليله ما غيشعل لا ضو ما غيطفى ما غنسمعوا حتى شي حاجه. قلنا صافي المشكل كان غير في دوك البريزات اللي بدلنا رحنا صايبناهم. الغد لين داز النهار عادي. في الليل عاوتاني غادي نكونوا ناعسين، غنسمعوا شي حاجات خبطات بالجهد والضو شعل. نضنا كنجريو عاوتاني شكون شاعل الضو ما شاعل الضو. لقينا عاوتاني الضو شعل في الدار كامله، وهاد المره الضوء وكيمشي وكيجي غير بوحدو بحال باغي يتحرق. وحتى انا عندي هاد القضيه شي 3 ايام دابا الضوء كيمشي وكيجي بوحدو ما عرفتش مناش. المهم نكمل لكم. بدينا كنطفوا الضوء، هانت بحال دابا الضوء عندي كيمشي وكيجي. نكمل لكم. طفينا الضوء مشينا تكينا. اختي رجعات ناضت مشات الكوزينه باغا تشرب. فاش دخلت الكوزينه غتغوت ربي اللي خلقها. ناضنا كنجريو عندها قلنا لها مالك قالت لك شفت عقرب كانت هنا في وسط الكوزينه كحله ودابا ما عرفتش فين مشات. قلنا لها واش متاكده شفتي عقرب؟ كتحلف لينا وكتغوت. قالت لنا شفت عقرب كبيره كحله وسط الكوزينه. فاش غوت وبديتو جايين وهي تختفي ما عرفتش فين مشات. بدينا عاوتاني كنقلبوا في داك الليل تحت البوطاجيات، كنقلبوا في الكوزينه، هزينا السدادر، كانوا عندنا واحد جوج سدادر في الكوزينه هزيناهم، كنقلبوا حتى تحت الطبله. ما خلينا فين قلبنا والو ما كاينه حتى شي حاجه. ولينا كنقولوا عندك ما نكونوش ردينا البال وتكون خرجات من الكوزينه ومشات المرح ولا دخلت شي بيت. قلبنا تحت الناموسيات، قلبنا الصاله، قلبنا المرح، ما خلينا فين قلبنا. بقينا كنقلبوا حتى صباح الحال. ديك الليله ما نعسناش حيت ما قدرناش نعسوا وعقرب وسط الدار. وكل مره كنراجعوا عند اختي كنقولوا لها واش انت متاكده شفتي عقرب ولا عاد تخيلتي لهم محنتينا في هذا الليل؟ كتحلف وتقول لنا والله حتى شفت عقرب وكانت كحله وكانت كبيره بزاف وسط الكوزينه. المهم الغد لين عاوتاني بقينا كنقلبوا، هزينا السدادر خرجناهم برا، ما خلينا فين قلبنا والو ما كايناش ديك العقرب. المهم دوزنا داك النهار وقلنا صافي الدريه غير تخيلات ليها داك العقرب، مع كانت يلاه نايضه من الناس وكان الليل وكانت دايخه ومخلوعه. دخلت الكوزينه ويتبان لها عقرب حيت ما يمكنش شكون كانت. كنا غادي نلقاوها حيت راه قلبنا كاع الركاني وهزينا كلشي، كون كانت كنا غادي نلقاوها غنلقاوها. وصل الليل عاوتاني ومشينا تكينا. وفي هاد الليله كان واحد الجو ما نقولش لكم عليه، كانت الشتا خيط من السما وكان البرد كيتسمع بالجهد. المهم الوالد ديالي كان كينوض قبل الفجر ديما بساعه او بساعه ونص. هاد الليله عاوتاني غينوض كيف العاده. فاش غادي ينوض وغادي يشعل الضو في المرح غادي يغوت واحد الغوته بالجهد. ديك الغوته عمري ما غادي نساها حياتي كامله، وعمري ما شفت الوالد غوت حتى ديك الليله. نضنا كنجريو عنده بالخلعه. فاش غادي نخرجوا المرح
غادي نتصدموا من داكشي اللي غادي نشوفوا واحد اللفعه طويله وغليظه كانت واقفه في وسط المرح. فاش شفناها بقينا مصدومين. ديك اللفعه راه كانت شاده المرح كامل، راه كانت طويله بزاف وكانت غليظه وكانت موقفه راسها، يعني بحال باغا تضرب شي واحد. الوالد تيقولنا رجعوا اللور رجعوا اللور، ما تقربوش لا تضرب شي واحد فيكم. والمشكل كانت واقفه في وسط المرح والباب ديال الزنقه من وراها، يعني واخا نبغيو نهربوا ونخرجوا على برا ونطلبوا المساعده ما يمكنش، حيت الا بغينا نخرجوا خاصنا نتخطاوها عاد نمشيو. هي ما كتحرك لا هكا لا هكا، واقفه في بلاصتها وكتحرك غير راسها كتشوف وبحال باغا تلح على شي واحد. باغا يقول لنا حتى شي واحد ما يتحرك من بلاصتو. انا عارف شنو غادي ندير، غنمشي ندخل للكوزينه، غيجيب واحد المقده والعصا ديال الشطابه. بقى من اللور قال لينا ما تحركوا ما حتى شي حاجه، خليها حتى تبدا تشوف اللور، قال لكم غادي نقطع عليها راسها. بقى الوالد واقف وكيتسنى الفرصه فين يشدها بالعصا ويقطع عليها راسها. والو، ديك اللفعه كتدور راسها وكتشوف فينا وباغا غير تلح على شي واحد فينا. مهم وشويه ديك اللفعه غادي تحضر راسها الارض، ما غاديش تبقى موقفاه. الوالد غيشد ديك العصا وغيزكي بها العصا ديال الراس ديال اللفعه، وغيشد ديك المقده وغيضرب دقه واحده ديك اللفعه حتى غيطير راسها غادي يطير وغيبقى يتحرك، وحتى الجسم ديالها يعني الشيء الاخر حتى هو غادي يبقى يتحرك. هنا الوالد غادي يطيح ويديه غيرجعوا اللور وفمو غادي يطلع الفوق. ما فهمناش مالو، بقينا كنغوتو ومشينا عنده كنهزو، بقى كيتركل وكيقفقف غير بوحدو، وولات الكشكوشه خارجه ليه من فمو ويديه ورجليه عواجو كاملين. هزينا با دخلناه البيت وحطيناه فوق الناموسيه. بدينا كنحاولوا نسرحوا ليه يديه ورجليه حيت كلهم عواجو وتكمشوا كيقفقف. كنحاولوا نشربوه الماء كنقراو عليه ولكن والو، تخلعنا وما عرفناش شنو غادي نديرو. امي بدات كتبكي وكتغوت وكتقول لنا خرجوا عيطوا على شي واحد، خرجوا عيطوا على شي واحد يجي يعاوننا، حيت حنا كنشوفوا با كيموت قدامنا وما عرفنا شنو نديرو ليه وما قادرين نديرو حتى شي حاجه. فاش خرجنا من البيت غتكون صدمه واحده اخرى. في المرح فين قتل با ديك اللفعه وقطع عليها راسها، ما غتبقى لا لفعه لا راس لا حتى شي حاجه لا دم لا والو، اختفت بحال ما كانتش. بقيت واقفه في بلاصتي كنغوت. جات امي كتجري قالت لنا مالكم واقفين، سيروا خرجوا عتقوا باكم. قلنا لها شوفي ما كاينه لا لفعه لا راس لا حتى شي حاجه، حتى هي بقات غير مصدومه وكتشوف. من ديك الليله عمر با ما غادي ترجع ليه صحته كيف ما كانت قبل، ما غيبقى لا يتمشى لا يحرك ايديه لا ياكل راسو لا والو، غيبقاو عنده غير عويناتو كيشوف بهم. ولا بغى يقول لنا مسكين شي حاجه كيبقى يحرك في عينيه وحنا ما كنفهموش، كيبقى يبكي غير راسو. ما خلينا ما درنا ليه وفين ديناه ولكن والو، غيبقى جالس في كرسي متحرك 20 عام. من بعد 20 عام غادي توفى، الله يرحمه ويوسع عليه. نسيت ما قلت لكم، راه في الليله اللي وقع داكشي لغاد الليل راه تحولنا من ديك الدار ما بقيناش ساكنين فيها. هاد القصه حقيقيه ديال راويه اللي عاشتها مع عائلتها ومع باها واليوم جات تشاركها معنا. راويه كتقول لك القصه دازت عليها 30 عام ولكن عمري ما نسيتها بحال وقعت لينا غير البارح. المهم هذه هي القصه ديال اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا منها وعجباتكم. ما تنسوش اللي عنده شي قصه كيف العاده وبغى يشاركها معنا خليه لي في انستغرام ولا في فيسبوك ولا في تيك توك. ومرحبا بكم كاملين وتهلاو في راسكم حتى القصه جديده ان شاء الله. سلام.